أستاذ خالد يوسف أنا بحبه جدا، أستاذ كبير اتعلمت منه كتير. يعني مش أي حد بيشتغل مع أستاذ خالد يوسف. الانتقاد ما كانش عن الدور، الانتقاد كان عن طريقة مثلا اللبس. كنت لابسة بنطلونات، كنت لابسة يعني فساتين حلوة جدا ومستورة، مفيش ولا حاجة باينة في جسمي، ومشاهدي كانت عادية جدا، مفيش ولا مشهد خادش للحياة. كل الناس قالوا لي ازاي انتي بتتكلمي مصري كويس ازاي؟ قلت لهم انا يعني ماما كنت دايما اقعد في حضنها، مدمنه افلام مصريه، فكنت كل حاجه انا بحفظ كتير، كل حاجه بتفرج عليها. مثلا نجلاء فتحي عامله مشهد مع محمود ياسين، بتلاقيني عامله نفسه بالظبط قدام مرايه من وانا صغيره. رانيا التومي، برحب بيكي معايا في وانتك وبقول لك مبروك على نور الرئيس، واول تجربه سينمائيه ليكي بعد نجاح حققتيه في سر والباتع في دراما السنه اللي فاتت. كلميني عن دورك وعن تفاصيل الشخصيه. هو دور حلو قوي ومختلف على دور لونا في سر والباتع، فالدور انا عجبني عشان في حته مني، حته الرومانسيه دي، حته البت الهادئه اللي كل الناس بتحبها، اللي بتحب كل الناس، فقير غني اي حد يعني بتلاقيها يعني عادي ترتبط بحد اقل منها ماديا، المهم انها بتحبه وعندها مشاعر ليه. كمان الحاجه اللي عجبتني ان انا هتشوفوني بحاجه مختلفة خالص. يعني أنا في الدور يعني في دور سر والباتع بتاع لونا كنت شريرة كده ومافيا وده دي مش أنا خالص يا جماعة والله العظيم. فالشخصية دي شخصية فريدة، شخصية شبهاني، يعني شبهاني جدا، بحس ان هي انا قريبة جدا، وبحس ان انا دي انا اللي في المسلسل، فالحمد لله هو ده. دلوقتي انت مع مجموعه كبيره جدا، توليفه كبيره، استاذ لطفي لبيب، عمرو عبد الجليل، مصطفى كامل. اول لما عرفتي التوليفه دي وعرفتي الشخصيه فكرتي في ايه؟ وافقتي على طول ولا لا اخدتي وقت؟ انا اتخضيت، قلت انا هقف قدام دول كلهم. انا استاذ عمرو عبد الجليل انا اتعرفت على شخصيه يعني في سر والباتع، شخصيه لذيذه جدا وبحبه جدا، وكل الناس في مصر بقى في تونس كل الناس انت ازاي مثلتي معاه، ده احنا بنموت فيه، كل الناس بتحبه، فدي مسؤوليه اكيد. ودلوقتي استاذ مصطفى كامل يعني اساتذه كلهم على عيني وراسي، فدي مسؤوليه مخضوضه شويه، بس الحمد لله هم كلهم بيشجعوني بيقولوا لي لا انت قدها وقدود، ودي اول تجربه ليا في السيما، دونك يعني هتبقى حاجه، يعني الخوف الحلو، الخوف اللي يخليكي تشتغلي هو ده. قولي لي يا رانيا، انت سر والباتع كنت ده اول عمل درامي ليكي، وكان يعتبر فيه فرنش شويه، ما كانش فيه لهجه مصريه صرف. انت دلوقتي هتقدمي بلهجه مصريه. اخدتي وقت عقبال ما اتعلمتي ولا لسه لحد دلوقتي في معاناه في اللهجه؟ انت شايفه ايه؟ انا شايفه خلاص. لا انا بتكلم مصري كويس من زمان، زي ما انا من شويه كنت بتكلم في الموضوع ده، فكل الناس قالوا لي ازاي انت بتتكلمي مصري كويس ازاي؟ قلت لهم انا يعني ماما كنت دايما اقعد في حضنها، مدمنه افلام مصريه، فكنت كل حاجه انا بحفظ كتير، كل حاجة بتفرج عليها. مثلا نجلاء فتحي عاملة مشهد مع محمود ياسين، بتلاقيني عاملة نفسه بالظبط قدام مراية من وانا صغيرة، وبحفظ بحب الاغاني جدا، بحب ام كلثوم، عبد الوهاب، فريد الأطرش، كريم فثقافتي كلها مصريه. وفي عندي صاحبي بحب اقول له هاي، ايمن، مصري عايش في تونس، فبيقول لي رانيا انت مصريه اكتر مني، بتعرفي حاجات اكتر مني، بتتكلمي مصري اكتر مني، فالحمد لله هو ده اللي خلاني ان انا ببقى يعني عندك حبك للتمثيل قوي كده من بدري وبتتفرجي على الافلام. ايه اللي خلى رانيا تتجه الاول للاعلام؟ يعني انت كنت مذيعه اصلا قبل ما تبقي ممثله؟ انا مذيعه بس مثلت في تونس، كان عندي مسرحيه وكان عندي ومثلت، عملت 4 مسلسلات، واحد كوميدي سيت كوم كوميدي، وعندي مسلسل مشاعر كمان دور عجبني جدا، وفي كمان 16 ده كمان مسلسل انا فيه ضابط شرطه، بس مثلت كتير. وعندي كمان مسرحيه، وكان عندي فيلم كمان قبل ما اجي هنا، بس في كانت مشكله صغيره في الانتاج بس اجلناه لحد دلوقتي. وفي تونس يعني الموضوع مختلف شويه، فانت ممكن تعملي الاثنين، يعني ممكن تشتغلي مذيعه وممكن كمان تمثلي، فالاثنين انا حباهم الحمد لله. وهنا في مصر في نفس الكلام. انت الاول كان عمل درامي ليكي سر وباتع ومع استاذ خالد يوسف،
لما اتعرض عليكي من استاذ خالد ما كنتيش متردده، ما كنتيش خايفه؟ دي حاجه. وتاني حاجه، انت تعرضتي للانتقاد بعد عرض العمل على طول، شفتي ازاي؟ لا انا ما شفتش الانتقادات دي خالص، انا بالعكس، انا كل اللي شفته، كل الرسائل اللي جاتني كانت حاجة حلوة جدا، والشعب المصري حبني جدا بالعكس. الأستاذ خالد يوسف أنا بحبه جدا، أستاذ كبير اتعلمت منه كتير. يعني مش أي حد بيشتغل مع أستاذ خالد يوسف، فالنجوم الكبار كلهم اللي شفتهم دلوقتي كلهم يعني اشتغلوا مع أستاذ خالد يوسف. فبالعكس ده مسلسل كان رائع، والدور محوري وحاجه يعني نقله نوعيه في حياتي. هو الانتقاد ما كانش عن الدور، الانتقاد كان عن طريقه مثلا اللبس. كان فكره طريقه اللبس والعرض، هي دي كان الانتقاد او اللبس كويس جدا، كنت لابسه بنطلونات، كنت لابسه يعني فساتين حلوه جدا ومستوره، ما فيش ولا حاجه باينه في جسمي، ومشاهدي كانت عاديه جدا، ما فيش ولا مشهد خادش للحياه. فعشان كده ما شفتش التعليق دي ولا على بالي. انا بشتغل ده دور. كمان مش عايزه ادخل في تفاصيل تانية، انه في خلاص يعني انا فرحانه بالدور ده، انا حابه الدور ده جدا جدا جدا، وان شاء الله دايما اقعد في نفس المستوى وهقعد هناك. بتحضري ليه الدراما 2024؟ في عندي مسلسل الاستاذ محمد الخضري، في عندي مسلسل شمال اجباري، فدلوقتي احنا كمان بنصوره مع الفيلم ده، فعشان كده انا تعبانه. زي ما انت شفتي يعني جاري دور برد جامد وكل ده، الحمد لله. شكرا ميرسي.